إن المسرح هو رسالة ومضمون معين تجسدها اتجاه موضوع معين، وها نحن اليوم نرى تلك الرسالة قد تجسدت على مدى 9 دورات من مهرجان ينابيع الشهادة، قد خطت حروفها نقابة الفنانين بأحرف من ذهب لأنها تجسد قضية سيد الشهداء. فإليكم تلك الرسالة. طلقت فعاليات مهرجان ينابيع الشهادة بنسخته العاشرة بمشاركة 8 عروض مسرحية وندوة فكرية وجلسات نقدية وإصدار كتابين، وأيضا فعاليات مسرحية منوعة. هذا العرس المسرحي يشترك فيه أكثر من 150 فنان مسرحي من المحافظات العراقية. فرصة اليوم أن نتلاقح بالثقافات وأن نشاهد هذه العروض وأن نشاهد أيضا الآراء النقدية والبحثية وأن نتواصل مع المختصون في مجال المسرح. أتمنى لهذا المهرجان أن يكون في أيام أكثر في مشاركات عراقية أوسع حتى نستطيع أن نتواصل بشكل يليق بقضية الإمام الحسين عليه السلام. هذه الدورة كانت بمشاركة الكثير من الفرق المسرحية من محافظاتنا العزيزة، وأيضا قدمت في هذا المهرجان المعرض التشكيلي وكذلك إصدارات لنقابة الفنانين عن مهرجان ينابيع الشهادة لمؤلفها الأستاذ زهير المطيري. حقيقة دائبت نقابة الفنانين على إقامة هذا المهرجان طيلة هذه الفترة والسنوات الماضية منذ عام 2012 وحتى وصل إلى الدورة العاشرة، وقد كان للحضور الجماهيري في هذا المهرجان حضور وافر وجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. مهرجان ينابيع الشهادة الدورة العاشرة تضمن على عدة فعاليات. من ضمن الفعاليات المهمة كانت هناك ندوة فكرية تحمل عنوان المسرح الحسيني بين الواقع الفكري بين التراث والواقع الفكري المعاصر، وأنا كنت أحد المشاركين في هذه الندوة. كانت ورقتي البحثية بعنوان المسرح الحسيني بين الإصالة والتجديد، وقد احتوت هذه الورقة بطبيعة الحال على مقدمة وناقشت فيها إشكالية المصطلح الحسيني، مصطلح المسرح الحسيني، وبالمبحث أو المحور الآخر كان يمثل أصالة المسرح الحسيني، والمحور الثالث كان يمثل أيضا تجديد المسرح الحسيني ومن ثم الخاتمة. انا اليوم احد اعضاء لجنه التحكيم في هذا المهرجان، سعيد جدا بهذا الجمع، سعيد جدا بانه انا سعيد مع اي مهرجان يقام في بابل، لانه هذا ان دل على شيء يدل على انه وجود فعاليات ثقافيه في هذه المدينه، واعتقد هذا جزء قليل الناس تقدمه. مبارك لنقابه الفنانين، ايضا مبارك لكل الاصدقاء القائمين، دكتور عامر وكل الاصدقاء، انه ان يقام مهرجان ل10 سنوات. انا هاي فكره 10 سنوات بالنسبه لي مهمه جدا، يعني لانه مثلا على مستوى العالم مثلا هاي مهرجانات، مثلا تونس هاي السنه الدوره 48 49 بكل مهرجاناتهم. مهم جدا ان احنا مهرجاناتنا دائما سنه سنتين وتلغي، يعني هاي 10 سنوات مفرحه، اتمنى ان يصل لدوره ال 20 و30 يعني.
حقيقة شاهدنا خلال هذه الفترة مجموعة من العروض المسرحية التي كانت ثيمتها الأساسية هي ثورة الإمام الحسيني وأفكاره. وحقيقة الأمر أن هذه العروض لم تصل إلى هذا المستوى لولا حرص المنظمين وحرص القائمين على هذه العروض بأن يظهروها إلى الجمهور الذي هو متعطش لمثل هذه القضايا التي تمس وجدان الإنسانية قبل أن تمس وجدان الشعب العراقي. مهرجان ينابيع الشهادة بدورته العاشرة مهرجان فاعل ومؤثر، لأنه ينطلق من القضية الحسينية ويجمع المحافظات بمناخ فني مميز. شاهدنا عروض مسرحية اقتربت وابتعدت من القضية، لكنها اجتمعت على الخطاب الإبداعي في الوصول إلى مسافة جمالية تفاعل معها الجمهور. أنا شخصيا عايشت وجايلت هذه الدورات العشرة منذ التأسيس إلى هذه الدورة. ما يميز هذه الدورة هو تعدد الأمكنة أولا، وتعدد وتنوع العروض المسرحية بأساليب جديدة. هذا هو بمعنى أنا دائما أقول مع تراكم الكم يظهر كيف جديد. بالتالي من خلال هاي العشر دورات تعرف وانتبه المخرج إلى نوع جديد في المعالجة. جاءت فرقة أفكار التابعة إلى هيئة أمير حسين من بغداد الحبيبة بغداد السلام إلى حلة الثقافة والجمال والفن والإرث لنقدم مسرحية افتراض مجانين، تأليف الكاتب المبدع نعيم خلف ومن إخراج علي مجيد وتمثيل نخبة من الشباب الواعي الذين يمتلكون وعيا جماليا علميا معرفيا مصقولا بالمواهب. قدمنا هذا اليوم عرض مسرحية افتراض مجانين، وأعتقد أن هذا العرض كان يلاقح مناهج مسرحية متعددة، منها مسرح ما بعد الحداثة، ومنها مسرح الكيروغراف، ومنها مسرح الإيجروتكس، ومنها مسرح الواقعي. نعم، امتزجت هذه الآليات أو هذه الأساليب في عمل واحد، وإن شاء الله هذا العمل ينال إحسان الجمهور. على مدى 3 أيام كنا معكم بتغطية حصرية لمهرجان ينابيع الشهادة. كان معكم سجاد الياسري، وكالة SFH الثقافية، محافظة بابل.